في الفيديو ده انا هوريكم طريقتي وانا بنظف التكييف من الالف للياء. مبدئيا كده جبت الفلتر اللي بيبقى موجود في الوحدة الداخلية بتاعة التكييف وغسلته كويس جدا تحت المية، هيبقى زي الفل معاكي. وبعد كده جبت جهاز اسمه بلاور وهبدأ ان انا انضف الوحدة الخارجية اللي بره. المفروض ان الجهاز ده بيطلع هواء، يعني بينفخ كده هواء شديد، فلو في اي تراب في الوحدة الخارجية بينفخه كده وبيخرج منه التراب. عايزه اقول لكم ان التكييفات دي المفروض ان انتوا تنضفوها في مع بدايه دخلة الصيف، يعني اول مره تشغلوا كده التكييف فيها في الصيف هتبداوا ان انتوا تنضفوها، وبعد شهر شهرين تبداوا ان انتوا تنضفوها تاني، لان الاتربه اللي بتبقى موجوده في الجو بتاثر على اداء التكييف. يعني هو لو بقى بيشتغل ب50% مع التنظيفه ديت ممكن يشتغل ب80-90%. فانتوا ممكن تكونوا فاكرين ان في مشكله في الفريون بسبب التكييف دوت او كده، وتكلموا حد. مجرد ان انتوا ممكن تغسلوه كده غسلة حلوة هيرجع تاني بيشتغل وهيبقى الدنيا تمام. لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس، وكمان تعملي لايك وتشيريه مع الناس اللي عندها تكييفات علشان ينظفوه كل فترة. بعد كده جبت البلاور، شفتوا كمية التراب اللي خرجت من التكييف؟ يعني يمكن الكاميرا مش ظاهرة كمان كمية التراب ديت، بس كانت كمية كبيرة جدا من التراب كانت مأثرة طبعا على أداء التكييف. وما تنسوش كمان تعملوا الجنب اليمين، يعني الجنب اليمين برضو يتعمل من كل النواحي، يمين وشمال، والجزء اللي ورا اللي انتوا شايفينه دوت ده مهم جدا، هو اللي بيتراكم عليه تراب. انتوا مجرد اصلا كمان لو ما عندكمش البلاور دوت وجبتوا مثلا فرشة، اي فرشة شيش او جاروف وبدأتوا ان انتوا تعملوا بيه كده، هينزل كمية تراب جامدة جدا. الجهاز ده بقى المفروض ان هو عامل زي الخرطوم بالظبط، اداؤه زي اداء الخرطوم، فانت ممكن تستغني عنه عادي، مش لازم يعني تستخدميه، ومجرد ان انت خرطوم وبايديكي كده هتسدي الفتحة بحيث ان هي يخرج منه رشاش مية قوي. تمام. لان رشاش الميه القوي هنا انا كنت بغسل بقى ايه الفلتر الداخلي، بقول لكم ان هو هينضف معاكم بسرعه، يعني مجرد ما انتوا هتنزلوا الميه كده هينزل على طول. مجرد ما انت هتستخدمي الجهاز دوت او هتستخدمي الخرطوم اللي عندك وتنزلي الميه كده على الواحده الخارجيه من بره، عشان نتاكد كمان ان هو نضف 100%، وان اي تراب نزل من عليه كده، ونخليه يرجع فريش كده مع حراره الجو يا عيني البشعه اللي احنا بنشوفها ديت. عايزين يبقى ايه سندنا وظهرنا عشان نكمل بقية اليوم معانا ونعرف على الأقل ننام. الله يكون في عون الناس اللي ما عندهاش تكييف، الله يكون في عون الناس في كل حاجة في الجو، الناس اللي ماشية كمان في الشمس في الحر دوت، الله يكون في عونهم يا رب. وهنا بقى كنت بغسله غسلة حلوة جدا. ولو ما عندكيش خرطوم ممكن برضو بإزازة بأي حاجة تتصرفي، يعني مش هنعطل اي حاجة، هنقدر ان انت مجرد يعني بابسط الاشياء ممكن بمقاش الجاروف وتنضفي التراب اللي عليه، وبعد كده بازازة تبدأي ان انت تفتحي فتحة مثلا صغيرة منها وتضغطي عليها تنزل المية ايه على التكييف كده. وهنا بقى كنت خلاص خلصت بقى، غسلته كده كويس ونزلت عليه المية من كل الجوانب من ورا ومن الجنب. ودي كانت طريقتي في تنظيف التكييف، وبنصحكم ان انتوا تنظفوه كل فترة علشان هو بجد بيفرق في اداء التكييف. وهنا خلاص بقى كان الفلتر ده نشف، وبدأت ان انا ارجعه تاني، وهو بيبقى ليه دخلة كده معينة بتدخليه بيها. وبكده يبقى انتهى الفيديو، فيديو صغير بس يا رب تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.